مشاهدينا الأكارم، مشاهداتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذه السهرة الرمضانية من خلال برنامج والصلح خير وفي عدد جديد من أعداده. قبل ذلك نرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري. أهلا وسهلا بك سيدي. مرحبا. إذن هي الأيام الأخيرة من شهر رمضان، يتهيأ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية للاحتفال بعيد الفطر، أليس كذلك دكتور؟ نعم. إذن هو عيد يفرح له الكثير، وعيد يحمل في طياته التصالح والتسامح والتغافر. ماذا تقولون من خلال هذا العيد الذي يفرح له جميع المسلمين في أنحاء العالم؟ تفضل دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بداية نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لصيام هذه الأيام الأخيرة وقيام لياليه واستثمار هذه الأيام المباركة العشر الأواخر من رمضان. لا شك أنها أيام مباركة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باستثمارها أحسن استثمار، لأن هذه الأيام فيها ليلة القدر كما قال في الأحاديث الصحيحة، منها التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لإتمام هذه الأيام المباركة بالعبادات والباقيات الصالحات، وتتوج أيام رمضان بيوم العيد، عيد الفطر المبارك الذي تنتظره كما قلت في مقدمة الحديث، تنتظره أمتنا ومجتمعنا الجزائري بفرح وسرور. نسأل الله عز وجل أن يعيد هذا العيد على أمتنا وعلى جزائرنا باليمن والخير والتمكين والبركات. آمين يا رب العالمين. إذن دكتور، قبل أن نتحدث عن التصالح والتغافر، ماذا يمكن أن نقول بالنسبة لعيد الفطر بالنسبة لمقاصده؟ تفضل دكتور. نعم، عيد الفطر المبارك له عدة مقاصد. من هذه المقاصد إبراز احترام وتعظيم شعيرة من شعائر الإسلام، عيد الفطر. فالأعياد، الاحتفال بالأعياد الشرعية على رأسها عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك هذا يبين ويظهر ذلك التعظيم لشعائر الله عز وجل. المقصد الثاني أن هذا رمضان المبارك سيتوج إن شاء الله تعالى بعيد الفطر بفرحة المسلمين قاطبة بعيد الفطر المبارك، إضافة أن هذا العيد يأتي بما يسمى بزكاة الفطر. وزكاة الفطر يقدمها المسلمون للفقراء والمساكين في هذه الأيام الأخيرة أو قبل الصلاة، يعني من يوم العيد المبارك، وهي تمثل مظهرا من مظاهر التكافل الاجتماعي. فشريعة الإسلام الغراء لم تكن غافلة إطلاقا عن رعاية حق الفقير وحق المسكين وغرس قيم ومبادئ التكافل الاجتماعي. ثم أنه من مقاصد عيد الفطر المبارك التغافر بين الناس وصلة الأرحام، صلة الرحم التي أوصانا الله عز وجل بها، والتغافر والتصالح، للتصالح فيما بقي من نزاعات، فيما بقي من خلافات بين الناس، فيحتفل الجميع بقلوب صافية ونفوس مطمئنة. شكرا دكتور. إذن نظرا لأهمية صلة الرحم، ذهبت الصحفية نهى خلدون وسألت عن العيد الفطر، وسألت عن عيد الفطر في ولاية الصيف، ما يحمله من مقاصد إيجابية في هذا اليوم المبارك. نشاهد هذا الاستطلاع ثم نعود بعد قليل لمواصلة النقاش مع فضيلة الدكتور. كي ينقضي هذا الشهر هذا تاع العبادة، الناس يجي يوم العيد، الناس تغافر بعضها باش ينحيوا هذيك
الكراهة والبغض والحقد اللي كان بيناتهم والمشاكل اللي بيناتهم ينساو كلش، وكل عام يجدد ربي هذا الشهر هذا باش الناس تجدد فيه القلب يكون رحيم بالرأفة والرحمة. ولا المفهوم الصحيح تاع العيد، الناس يصوموا رمضان على وجه كريم ويكونوا طايعين لله سبحانه وتعالى. هاي العيد فرحة المسلم يفرح بشهر رمضان كيأديه على أحسن ما يراه. سي لوكازيون باه الناس اللي يكونوا متخاصمين يتسامحوا في هذاك النهار، يعاودوا يطويوا الصفحة ويبداو من جديد. الدين تاعنا دين حنيف، وحتى بالنسبة للتسامح لا يمكن يعني أن الشخص أن يهجر أخاه فوق 3، يعني 3 أيام ما تيباسيش يعني فما بالك يعني سورتو يقعد مع ذوي القربى والأهل ولا كذا. ما كانش الرحمة بيناتنا، واحد ما راه يرحم في خوه والله، فهمتي؟ ونهار العيد ما تلقاه يتسلم عليكم بعد ابري خلاص ما يطبقش الآية والله كما راكي تهدري. ربي يهدينا ويهديهم. واش نقول عليهم؟ نقول ربي يهدينا ويهديهم، وربي يهدي الأمة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك امشي ميلين واصلح بين اثنين. ماذا بين الناس كي يسموها العيد. العيد عندها كلمة مفهوم واسع جدا، وزعما سمحي لي أختي زعما غادي نهضر معاك وراني لايف ياك. حنا ما راناش مسلمين نيشان، باسكو في العيد الخوت وقيم داز مع خوه نغمو يغافره يسمع المسامح كريم ياك. هايا لا دوك اكثر الحزن اكثر النفاق اكثر يهتم بالقاطو ويخلي العلاقة ما بين الأخ والأنساب، يهتموا بالملابس، وهذا ما هو حد الآن. هذا ما كان واحد يزوخ على أخوه، أنا فوالا شادرت، أنا شاشريت، أنا عيطت لولادي شحال من تبديلة، وما يحوش على بالك نسيبه خوته. إذا كانت هذه انطباعات مختلفة لمختلف شرائح المجتمع حول عيد الفطر. ربما سؤال نسأله الآن فضيلة الدكتور، إذا رغم الفرح والسرور والبهجة التي يحملها عيد الفطر، إن بعضهن وبعضهم قال أنه في الكثير من الأحياء لا يتغافر أفراد العائلة فيما بينهم، تتهافت الناس لتحضير الحلويات والملابس الأطفال، لكن مقاصد العيد تختفي بالنسبة لبعض أفراد العائلة. ما رأيكم في هذا التدخل دكتور؟ تفضلوا. صحيح، نبض الشارع أيضا نعم. أخبرنا نعم. بهذه المظاهر المختلفة نعم. للأسف لا يخلو مجتمعنا من هذه المظاهر نعم. السلبية. بدل أن يعني يعمل الناس يعمل المسلمون على تتويج رمضان المبارك بالاحتفال الحقيقي بالعيد، بصلة الأرحام، بالتغافر، بالتصالح، بالتسامح، للأسف البعض انصرفت اهتماماتهم إلى اقتناء الحلويات واقتناء الملابس نعم. والسلام نعم. هذا خلل في مجتمعنا. طبعا نسأل الله عز وجل ألا يكون عاما، ولكن نعم. وجوده في الحقيقة يدفعنا جميعا ويحملنا جميعا مسؤولية معالجة هذه الظواهر السلبية نعم. الغريبة على ديننا والغريبة على مجتمعنا نعم. لأن مجتمعنا الجزائري الأصيل مجتمع التراحم، مجتمع التسامح نعم. مجتمع التغافر. بالعكس يعني فيما سبق يعني في حياتنا الاجتماعية لم تكن الوسائل متوفرة نعم. كما هي متوفرة الآن نعم. ولكن مظاهر العيد مبشرة ومفرحة يعني في القرى والمداشر والأحياء وفي المدن. الناس رغم نعم. طيلة المسافات يمشوا لبعضهم نعم يمشوا لبعضهم البعض والزيارات نعم. تبادل الزيارات نعم. شوفوا يعني وفود وأفواج يعني تتحرك في القرى والمداشر والمدن للزيارة والبشائر والفرحة بادية على في وجوه الناس. ولكن الآن يعني الوسائل موجودة
بكثرة، ولكن في الحقيقة لا تزال القلوب تحتاج إلى تصفية، تحتاج النفوس إلى تنقية. ونحن أمة الإسلام أمة الأمل، نزرع الأمل الذي يدفع إلى العمل، ونعالج كل مظاهر اليأس وأسباب اليأس. هذه المشاحنات وهذه الخلافات علينا أن نبصر الناس بأنه لا يكتمل العيد ولا يمكن أن يتحقق مقصد من مقاصد العيد إذا لم نتصالح، إذا لم نتسامح، إذا لم نفرح، إذا لم يبتسم بعضنا يعني أمام البعض. هذه مظاهر سلبية إن شاء الله نتعاون من أجل معالجتها لتعم الفرحة بلادنا وبلاد الإسلام جميعا. إذن في هذا الصدد دكتور، سألتني منذ أسبوع السيدة منيرة وقالت لي بأنه في العام الماضي يعني عندها مدة زمنية ما تحدثتش مع مرت سلفها، يعني مرت أخو زوجها. قد تكون في هذا العيد الفطر تاع 2010 حبيت نروح نتغافر معها وقعدنا حتى تحت بيتها، بصح الزوج تاعي ما حبش، قال لي ما تطلعي لهاش. قالت لي هذا العام كيفاش راح ندير؟ نطيع زوجي اللي راهو يقول لي ما تروحي لهاش، ولا نروح لها بالخفاء وهو إن شاء يغضب فما عسى أن أفعل فهو العيد. ننصح بأن تحذره من الآن وتبين له فوائد الصلح وفوائد التسامح بدل أن تقع في مشكلة أخرى ربما لا تحمد عقباها. لذلك بصراحة نبينا صلى الله عليه وسلم من العلاجات التي قدمها لنا في مثل هذه الحالات الذي جاء إليه يقول أنا يعني أصل رحمي، ولكن هم يقطعون تلك الأرحام. هذه عموما يقولها الناس الآن. يقول لك أنايا ماشي أنايا اللي نتكسر ونرجع ليه، وكأنه هذا انتقاص من قيمته. يقول لك علاش ماشي هو اللي يبدأ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وخيرهما من يبدأ بالسلام. يجب أن نغلب الموازين الشرعية في حياتنا الاجتماعية، ولا يصح أن نستجيب لميولاتنا كأنها رجل. يقول كان عندي رجلة وعندي النيف موش أنا اللي نتكسر. لا، هذا خطأ في ميزان الشريعة وفي ميزان المجتمع. وفي بعض الأحيان تدخل عبارات أخرى، أنا الكبير هو اللي صغير عليا هو اللي لازم يجيني، أنا الكبيرة هي صغيرة هي اللي لازم تجيني. يعني هذه بالنسبة للشريعة الإسلامية كيف نفصل في هذه الأمور الحساسة جدا في عائلتنا الجزائرية ونحن على أبواب العيد؟ موازين الشريعة ترفض هذه تماما. يقينا الأولى أن الصغير هو الذي يبادر إلى الكبير، يدخل فيها القدر. دخل في القدر وفي الاحترام. ولكن هناك موازين أخرى أقوى وأرجح في مثل هذه الحالات، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كان في خصومة بين زوج، اللي يبدأ بالسلام، اللي يرجع لأخوه، اللي يطلب السماح، ذلك أحسن. مما يروى في هذا الباب أحد الناس كان مظلوما ولكن في قبل العيد بيوم هو الذي بادر بالصلح، هو الذي ذهب إلى خصمه ليزوره، وكان خصمه يتوعده، قال لو زرتني لا كذا كذا أردك من الباب وأفعل كذا وكذا، ولكن ما يستطيع لأنه الجزائري في عمقه عنده رحمة وعنده لطف. صحيح عنده أشياء كتبدأ نتاع الغضب ونتاع النرفزة، ولكن في الحقيقة غير ذلك. هذا الإنسان ذهب إليه طرق الباب وفتح الباب وجد خصمه في الباب. فبكى أن يفعل. يعني بكى. هو يقول بعد قال هذه دموع الفرح ودموع تأنيب الضمير. كيف أنني أتوعد أخي أن يقولوا ما تجينيش وما نستقبلكش إلى آخره، ولكن هو الذي بادر بالصلح رغم أنه مظلوم. قال لك فاختلطت دموع الفرح مع دموع الندم. إذا نريد تثمين مثل هذه التصرفات. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم واش قال هذاك الإنسان؟ قال له ليس الواصل بالمكافئ. شكون هو الواصل الحقيقي؟ هو اللي إذا كان قطعوا له العلاقات هو يروح يربط هذه العلاقات. ما هوش هكذا زارني نزوره سلم علي نسلم عليه طلب مني سماح يعني كما يقولوا خذ وجيب يعني دونون. ليس هذا هو المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يبين ويصحح هذا الخلل فيقول
ليس الواصل بالمكافئ. الذي يحترم ويطبق مقتضى الهدي النبوي هو الذي يبادر إلى المصالحة. كما هذه صاحبة السؤال الأخت منيرة، نقولها يا الأخت الكريمة، اتصلي بزوجك وبيني له فوائد الصلح، فوائد التسامح، باش هو أيضا يسمح لك بذلك، لأن هذا أمر مشروع. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نحن أمرنا بالتصالح شرعا، وربنا يقول في القرآن الكريم والصلح خير. لماذا نحفظ هذه الضغائن وهذه الأحقاد التي تدمرنا في حياتنا المادية وفي حياتنا المعنوية، ثم حياتنا تنتهي بألوان من الندم. هذا ندم في الدنيا وندم الآخرة أكبر. سيري ما ذي المناسبة باش هذا ديني قبل لي ولا قال ذا كيني ونميلا إزوري ذا الزورة ما يسلمد في اللي السلمة في اللاس ما يغفر إذا تغفر ما إلا غذن كاري زويرن خاطي نكون يتسوالي كدين في وش في صلى الله عليه وسلم مدينة ليس الواصل بالمكافئ. معنا وربي وين ما إلا يزمناك الخيوض سيد جهانسن كشيني أثن تخيض كشيني ما إلا غرزان كشات جفرض ما إلا سلوغن كشيني أتزيز دياض ما نثني تهدون كشات فنوض أكا يغدينا في وش في صلى الله عليه وسلم. شكرا فضيلة الدكتور. نبقى في نفس الفكرة. طيب دكتور، هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا نوجد صعوبة في التسامح والتصالح فيما بيننا؟ يعني تلقاه مثلا نأخذه على سبيل المثال يصلي صلاة العيد ويتغافر مع أصحاب الحومة جيرانه، ومن بعد عنده فرد من العائلة ما يقدرش يروح ليه شغل جهة صعيبة، رغم أن الأهل والأقارب كلهم يقولوا له العيد تاعك ما راهوش جايز إذا كان أنت ما رحتش وما غافرتش لفلان وفلان. لماذا هذه الصعوبة في التسامح والتصالح في يوم العيد بحد ذاته؟ في الحقيقة يعني هذا مترجم يعني في أكثر من مظهر. بعض الناس داخل المسجد الواحد وفي نهار العيد كي يشوف خوه في الصف ينأى ويبتعد يتجنب باش ما يجيش معاه في نفس الصف لكي لا يضطر باش يسلم عليه. احيانا كيكمل الشيخ يعني، وعموما الشيخ يطلب من الناس باش يتغافروا ويسامحوا الى اخره، فيريد ان فيبتعد عنه. هذا مظهر سيء. ونجد شخصا اخر كما قلت الان في سؤالك انه الناس الاخرين ممكن يتصالح معهم، ولكن تاع العائله يرفض ذلك. هذه عزة نفس مرفوضة. الرحم من وصلها الله عز وجل، ومن قطعها قطع الله. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع للأرحام. هذا تحذير ووعيد من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلنحذر جميعا قبل فوات الأوان. الإنسان باش يتصالح أو ربي يتصالح مع كل الناس، الأولى بالتصالح يتصالح مع الذين تربطهم به علاقة دموية، أنساب، أصهار، أخوة، عمومة، بنوة. هذه العلاقات الدموية يجب أن نقويها ويجب أن نمتنها ويجب أن نستثمر فرص الأعياد من أجل تقويتها وتمتينها من أجل دوامها، فتثمر هذه الأرحام في حياتنا. إذن العيد شعاره التسامح والتغافر والتصالح ما بين أفراد المجتمع. إذن مشاهدينا الكرام، نشاهد الآن استطلاع حول معاني التغافر والتسامح في عيد الفطر. تابعوا معنا ثم نعود بعد قليل للنقاش مع فضيلة الدكتور في برنامج والصلح خير. الشهر نتاع العيد الواحد يعيد قبل يروح عند جاره يسقسي عند جاره إلى كلا إلى يشرب إلى يشرى لولادو. هذا هو العيد يبان لي أنا تاع الصلح. يروح عند جاره يسقسي عند على أخوه. هذا هو العيد، ماهيش تاع ماكله برك والله تاع الباس والله تاع العيد. يعيدوا مرة. نحن نطلبوا منهم تكون الإخوة، تكون الاتحاد، الجملة، البغض كما نقولوا احنا يكونوا متفاهمين مع بعضهم. نطلب منهم يكون الصدق بين بعضهم، تكون ما يكونوش كما نقولوا احنا مظالم
متواسين على بعضهم حاكمين الحق في قلوبهم، تولي تتجمل ان شاء الله بيناتنا الاخوه والاتحاد، ونكونوا كما نقولوا حنايا بصفه عامه لكل انسان جزائري هذا نطلبوا لهم انه كان يكون صديق مؤمن، يكون ثاني يحكم في صلاته وفي دينه. دابين الجيران تساوي مره نتخاصم معاهم، نهضر معاهم، نقعد معاهم، نديروا كلش مع بعض في العيودات ولا في الواجبات ولا في كلش. ونهار العيد لازم الانسان يتسامح مع اخيه الانسان، سواء كان بالعيد ولا بلا عيد، ينقص الانسان من روحه ويسامح، خاصه في شهر رمضان ان شاء الله، وفي العيد. هي شهر رمضان والعيد هي موجود، هي نورمالمون هذه يعني في كل وقت، موش قال لك يدخل رمضان نصالحوا وكذا ونعودوا، لا، هي موجوده في كل وقت. عيد الفطر من بين الأعياد الدينية المفروضة على الشعب المسلم بصفة عامة والشعب العربي بصفة خاصة. وعيد هذا عيد يكون بعد شهر رمضان. شهر رمضان الذي شهر كريم، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. ما دام باللي هذا النهار هو الذي يجي بعد مباشرة بعد شهر رمضان، ثم يوم مقدس، يوم يكون فيه التسامح بين العباد وبين المسلمين، وواجب علينا صلاة العيد، وبعد الصلاة يكون التسامح وزيارة الأقارب وذوي القربى. شهر رمضان فيه الرحمة، فيه التسامح، فيه المغفرة، أبواب الله كاملة مفتوحة، كفاية نوصلوا للعيد وحنا يمناكفين بعضنا. لا، رمضان صحة مقسوم على ثلاثة الأولين مأكولات، وثلاثة ثانيين العشرة ثانيين ملابس، والعشر الأخيرين حلويات، فقط هذا هو رمضان. إلى أن نترك هرج القاطو وهرج البحث عن الألبسة للأطفال اللي رحنا نجري وراها، وخلينا معنا العيد الحقيقي ومعنا الصوم ومعنا العيد الحقيقي بسبب بعدنا على ديننا وبعدنا على المعنى الحقيقي للعيد. يطهر نفسه على السير العام، لو كان الإنسان يعني يحس بنفسه، الإنسان يطهر نفسه على السير العام، مش غير عندنا غير نهار العيد ولا في شهر رمضان. بيسير مليح، احنا الاسلام تاعنا فيه التسامح، يأمرنا بالتسامح. صعيبه واحد يتسامح بحقه بكل سهوله، صعيبه يعني يتسامح بحقه. هي نورمال بديننا يحثنا على هذه الامور. نورمال كنا نرجعوا يعني للدين تاعنا، ولا نورمال اللي يدير البريمي با هو اللي يدير حسنات اكثر من اللي من نورمال المطره الاولى، ويكرر الثانيه والثالثه، وحتى يوصل يعني الهدف يعني اللي متمثل في الرحمه تاع كنت غفروا بعضنا وندخلوا بعضنا كلش بعضنا في الواجبات ببعضنا. الرسول عليه الصلاه والسلام بعثه رب العالمين رحمه للعالمين، وخير الانبياء وخير الرسل. يعني الانسان هذه نقدروا نسميوها احنا بالعامه سبه، يعني اللي يقدر الانسان يديرها يوصل للرحم تاعو، يوصل هكذا الانسان. يعني نورمالمون دوك الظاهره دي تاع البورطابل هذه، يقول لك واحد نبعث له ميساج، واحد يقول لك ندز له هكذا، لا هذه مش يعني هذاك. نورمالمون الانسان يعني يبعث، يروح شخصيا بنفسه هكذا ويطلب السماع ويغافر، وهذه رحمه عليه. يعني صفه اسلام هذا هو العيد، ماهوش غير قاطو ولا اكل ولا شرب، هي صله الرحم، هي كل شيء. إذن هكذا قالها أحدهم في الأخير، أن الكثير من الجزائريين يتغافرون عن طريق SMS أو عن طريق البورتابل كما قالها بالعامية. ماذا يقول فضيلة الدكتور لهؤلاء الذين لم يعودوا في استطاعتهم التنقل إلى الأهل والأقارب، وربما استعمال الهاتف كوسيلة للتغافر والتراحم فيما بينهم؟ نعم، التكنولوجيا لا يمكن أن تعوض ما يجب أن يكون بين الناس. لا يتم التغافر عن طريق الSMS، لا يتم التغافر فقط عن طريق الهاتف، إلا إذا كانت هناك موانع البعد، مسافة طويلة أو شيء من هذا القبيل. هناك حالات حيث يتعذر ذلك، ولكن الأصل أن يتزاور الناس، أن يتغافر الناس. وبالمناسبة أؤكد على ما ذكره بعض الإخوان في هذا الاستطلاع حقيقة، وعبروا بكل تلقائية، وهذا هو نبض الشارع دائما يعطينا الحقيقة كما هي. فبالتالي هناك من اختزل العيد فقط في الحلويات وفي الملابس، لبس الجديد فقط،
هناك من اختصر رمضان كما قلنا فيما سبق فقط في المأكولات أيضا وفي السهرات وتغيب عنه تلك المفاهيم. ولكن من أجل ذلك نتحدث باستمرار ونوصل باستمرار إلى ضرورة معالجة أخطائنا. ليس عيبا أن يقع أحد منا في خطأ، ليس عيبا أن تضطرب لدى أحدنا الأولويات فيقدم ما يجب تأخيره ويؤخر ما يجب تقديمه، ولكن العيب هو عدم العودة إلى جادة الحق والصواب بعد بيان ذلك الحق وبيان ذلك الصواب. لذلك نؤكد على أن العيد يجب أن يستثمر في 3 فضاءات أساسية. الفضاء الأول على مستوى الأسرة عن طريق صلة الرحم حقيقة، ولكن صلة الرحم الدائمة، مش كما بعض الناس يتصالح مع واحد خوه ولا عمه ولا يقول له تغافرنا نهار العيد تسامحنا، ولكن بعد العيد كل واحد يرجع لحاله. هذه كارثة كبيرة. السينيثورة أنا مغافر أنا مصالح أخاطر العيد مرفوح، ولكن سيادة السوان كل ينادي طفام كانيس كل ذي يغل سام كانيس وقيذ لايف ذا القرآن نكون يوها ربي ماري ذن ولاون أذيري ذن في ذات أذو غالن ولاون صفان زدييث هذا معوانان يكفى لهم يا لهم إن شاء الله. هذا على مستوى الأسرة أو على مستوى الأقارب. المستوى الثاني على مستوى الجوار، على مستوى الجيران. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إبرازا لقيمة الجار، إبرازا لمكانته. فالتصالح والتغافر مع الجيران أمر لازم وأمر مطلوب، ومن مقتضيات الحياة الاجتماعية المستقرة. راه جاره إذا يعيش معه في حرب، إذا يعيش في قرة ولا تفوت فرصة العيد، ممكن يبقى عام في المشاحنات وفي الخلافات وقد يزداد الجرح عمقا. كل واحد ولا يعني سبيل للحلول ربما. نعم. قد يستعصي الحل بعد ذلك. لذلك العيد فرصة ذهبية، نسميها بهذا المصطلح فرصة ذهبية. اللي فاتوا فرص رمضان لازم ما تفوتوش فرصة العيد القادم. هذا عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى. والفضاء الثالث، المجال الثالث على مستوى المجتمع، يجب أن نتعاون جميعا من أجل تجذير قيم الصلح في مجتمعنا، من أجل تجذير قيم التسامح في مجتمعنا ليعيش مجتمعنا في سلام. قرنا كشوف غوذر غال تفاث وثوذر ثوثساي غزال وثساي القيمة ميلا تفعل في اللاس ثلويت. إذن دكتور بعض الرسائل باختصار شديد قبل نهاية هذا العدد. رسائل لقاء اليوم ألخصها في الآتي. أؤكد على رسالة التسامح والتغافر والتصالح والصلح خير. الرسالة الثانية: نتمنى أن يكون الصلح دائما لا ينقطع. يذهب الشقاق والنفاق ويعوض ذلك كله بالوئام والمحبة والتسامح والاستقرار. الرسالة الثالثة: يجب أن نعمل جميعا من أجل استثمار هذه الفرص وهذه المحطات الدينية في حياتنا الاجتماعية استثمارا جيدا. وأسأل الله في الأخير أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا، ونسأل الله أن يتقبل جميعا منا أعمالنا وأن يجعلها ثقيلة في ميزان حسناتنا، وأن يعيد رمضان القادم والعيد القادم على أمتنا المسلمة الواسعة وعلى جزائرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات. إذن نشكرك جزيل الشكر فضيلة الدكتور. جميل جدا أن نستيقظ في صبيحة العيد وكلنا فرح وسرور للتغافر والتسامح مع الأهل والأقارب. أقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وأغتنم الفرصة لأقولها بالجزائرية: صح عيدكم، تعيدوا بالصحة والهنا، وبالأمازيغية العيد أمربوح. هذا ما حفظته مع فضيلة الدكتور سعيد بويزري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.